تعال اقول لك بقى على حركه جامده موت، ازاي تحول موبايلك لماوس تاتش باد وسنسيتيفيتي عاليه قوي. عايز تعرف ازاي؟ تعال اقول لك. اول حاجه من موبايلك هتروح على الاب ستور او جوجل بلاي وتخش تنزل برنامج اسمه ريموت ماوس. كده كده انا سايب لك في الكومنت تحت اللينك بتاع الاندرويد واللينك بتاع الاي او اس. هتخش هتنزل برنامج ريموت ماوس. كده البرنامج نزل خلاص. هروح رايح على البرنامج دوت وادوس اوكي، نخش على بلوتوث وابتدي اختار يمين 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 واقول له allow انه ياكسس على النتورك بلوتوث نتورك. هسيب الموبايل بتاعي واروح رايح على الكمبيوتر. طبعا الكمبيوتر بتاعك لازم يكون في بلوتوث، ولو ما فيهوش بلوتوث مش مشكله، 70 80 جنيه هات لك يو اس بي بلوتوث، خليك نزيه وقايم في جهازك يعني. انت كده كده وفرت ماوس وايرلس. هتروح رايح على ايقونه البلوتوث اللي موجوده تحت على اليمين في التاسك بار وهتدوس عليها كليك يمين واختار اد بلوتوث ديفايسز. لو ما لقيتش الايقونه بتاعت البلوتوث هتروح رايح على ستارت تحت على الشمال وهتكتب بس بي ال عشان تظهر لك بس بلوتوث ايكون، وابتدي اخليها اون زي ما انت شايفها قدامك، واروح رايح عامل اد بلوتوث. هو كده هيسيرش في الزون، هيلاقي موبايلك، هيكونكت عليه، دوس كونكت. مبروك كده تليفونك اتربط مع الكمبيوتر بتاعك. هنخرج جري ونروح نفتح البراوزر بتاعنا، مثال جوجل كروم، واختار واعمل سيرش على ريموت ماوس. هيظهر اللينك دوت، هضغط عليه، اختار جيت، وطبعا انا الاوبريتنج سيستم بتاعي ويندوز فاختار ويندوز. هشوف بقى هسيف البرنامج فين على الكمبيوتر عندي. كده اتعمل له داونلود، ومن هنا هروح اعمل انستليشن للبرنامج اللي انا نزلته. ما تقلقش من دي عشان الابليكيشن دوت بيروح يكونكت على النتورك بورتس بتاعتك، فدي ما فيهاش مشكله. اختار كونكت ان واي وابتدي اعمل سيت اب للبرنامج اللي انا نزلته. بمجرد ما انا نزلت البرنامج دوت افتح الابليكيشن من موبايلك، كده الماوس بيتحرك من موبايلك، ما فيهوش مشكله خالص. طبعا اكيد هقولك ما تنساش ان انت تعمل لنا لايك على البيج بتاعت الفيسبوك الصادق تك او الانستجرام بيج الصادق تك. كل يوم في جديد، كل يوم في معلومه جديده، كل يوم في عرض جديد. الصادق تك مول كمبيوتر في مكان واحد.